السلام عليكم حبيباتي، ديروا جيم، ديروا اشتراك وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من عند اختكم درموله. وكملوا الفيديو راح تستفادوا بزاف بزاف، وما تنساوش تخلوا لي تعليق اذا عجبكم الفيديو. طبعا نضت الصباح حبيباتي كيما راكم تشوفوا، شربت كاس جي بشويه كاطو الحليب كمل لي ما شريتش. وهنا بعد ما كملت رحت فرزت القش حطيتهم في الماشينه يتغسلوا، وغسلت الدراوات. راكم تعرفوا حالة الصيف، بصح كيما بغى ربي قادر ما يكون لا صيف لا والو ويرجع البرد والنواوي. وزدت غسلت قشي، وهنا الدراوات كنت غسلتهم كي كمل الصيف، بصح كي جبتهم لقيت فيهم الريحه اي عاودت غسلتهم ونشرتهم. وهنا حبيباتي غسلت الماعن، نظفت الكوزينه هكذا باش كي نعاود ندخلها تكون فيها راحه نفسيه. كيما وصيتكم ما عادش تخليو الماعن يباتوا في الليل، ديما نظفوا كوزينتكم وتهلاو فيها. والغدا مازال ما درتش، بالك نشري قرعه بن وخلاص. وبعد ما كملت من الكوزينه ايا جيت لشامبرتي، بدلت الفراش وغسلت الغلافات تاع المخاد. اخي وصيتكم شامبرتكم حبيباتي ديما تهلاو فيها باش تحسي براحه نفسيه، ماشي الصالون ظلي تعبدي فيه على جال ضيوفك، وخاصه هذوك الضيوف الاشرار اللي ما يستاهلوا حتى حاجه وما يستاهلوش تدخليهم لدارك. وشامبرتك تقولي خلي برك واحد ما يشوفها، علاه انتي ماكيش عبد، انتي ما راكيش تدخلي فيها، انتي قبل كل شيء رتبيها نظميها. واذا عندك الاتساع نحي الحوايج من فوق الخزانه، فرغي شامبرتك، ما تعمريهاش عفوا بحوايج ما تحتاجيهمش. تتحسي بالغمه. وهنا الشنابر الاخرين ديما نقفلهم لخاطر حاطه فيهم حوايج ما نسحقهمش، وديما نضرب لهم تنشيفه هكا خفيفه باش ما يتغبروش حوايجي. وهنا حبيباتي راني نكنس، نحيت شويه غبره من الدار، وبعد ما نحيت الغبره مسحت شويه الحوايج. وصالوني كما تعرفوا راه مرتب ونظيف، ما عنديش يعني شكون اللي راح يدير لي الفوضى في الدار ولا راح يفزت لي الحوايج. وهذه هي حبيباتي. وهنا بعد ما شاحوا القش دخلتهم طبقتهم ورتبتهم. وبعد ما كملت كانوا عندي شويه صرف حطيته في الحصاله. كما قلت لكم الحصاله راهي تنفعكم بزاف بزاف، ديروها وقولوا لي. وانتهت الحكايه. هذا هو واش درت اليوم كامل بالتفصيل الممل حبيباتي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنوني في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك والتعليق كاش ما تعطولي كاش نصائح كاش تعليق على الفيديو. وبقوا على خير ومع السلامة، أختكم درمولة.